السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله بيراميدز قدر ان هو يكسب النادي الاهلي 2-0 امبارح. ندخل في تحليل الماتش على طول. يوريتيتش امبارح كان بيلعب بطريقة الضغط العالي وقدر ان هو ينفذ ده، لكن عشان تنفذ ده بالشكل السليم لازم الجناحين بتوعك يضغطوا بطول الملعب بشكل سليم. احمد عاطف قطة لعيب خفيف يقدر يعمل ده بمنتهى السهولة. المشكلة كانت هتبقى فين؟ عند ايفرتون دا سيلفا. ايفرتون ما عندهوش القدرات دي في ان هو يقدر يعمل الضغط العالي بطول الجبهة. فيورتيتش عمل ايه؟ خلى ابراهيم بلاتي توريه دايما مايل ناحيه الشمال. وتعالى نشوف الكلام ده باللقطه الاولى. دي اول لقطه في الدقيقه 6. ابراهيم بلاتي توريه بيقطع الكوره لما طبت، تمام، وراح ودى بيها ايفرتون دا سيلفا انفراد. طبعا ايفرتون اتصرف فيها بشكل غلط في اللقطه اللي بعدها اهو. ايفرتون اتصرف بشكل غلط لكن تمام. طب هتقول لي ممكن تكون صدفه، ما هو ده لاعب نص ملعب. طيب نبص على اللقطه اللي بعدها. هنا مين اللي بيغطي الكرة ورا ايفرتون دا سيلفا؟ محمد هاني مع الكرة وهيلعب. مين اللي بيضيق المساحة في الناحية الشمال؟ ابراهيم بلاتي توريه. تعالى على اللقطة اللي بعدها. هنا مين بقى اللي بيكمل مع ايفرتون دا سيلفا ومحمد حمدي في الناحية الشمال؟ ابراهيم بلاتي توريه. خش على اللقطة اللي بعدها. هنا بقى ايفرتون دا سيلفا بيحاول يقطم بالكرة، الكرة اتقطعت منه. مين اللي بيرايح ياخد السكند بول في الناحية الشمال؟ ابراهيم بلاتي توريه. طيب في الشوط الثاني بقى بص على اللقطة دي كده. هنا بقى في الناحيه الشمال محمد حمدي، ابراهيم بيلاتي توريه، ايفرتون وفيستون مايلي مايل معاه. وهو ده الضغط العالي اللي كان دايما بيعمله يوريتيتش. طيب نبص كده على اللقطه الاخيره دي بقى. دي لقطه بقى تبين لك قد ايه لعيبه النادي الاهلي كانوا بره التركيز تماما. كورنر عادي جدا بيتلعب، الكره في متناول محمد الشناوي وفي متناول المدافعين محمد شريف ومصطفى العش ومحمد الشناوي، كلهم بينطوا على الكوره. ده معناه انه مفيش تركيز خالص. نيجي بقى للجزئيه بتاعت مدرب الاهلي اللي كل الكلام شغال عليه. فعلا الراجل ملهوش فكر وملهوش بصمه في الملعب، لكن هو احنا لازم كل حاجه ندور على حد يشيلها. ما بنعرفش نحلل المشاكل. كل جماهير الاهلي بيقولوا المدرب، يعني لجنه الكوره تمام ومجلس الاداره تمام واللعيبه كلها تمام واوضه اللبس تمام عشان نقول خلاص هو المدرب السبب في كل حاجه. انا مش مقتنع بالكلام ده. لازم يعني الناس تفكر صح وتتكلم صح. المشاكل دي كلها مش المدرب السبب فيها. تقييم لعيبه بيراميدز في الماتش ده: احمد الشناوي 20/10، احمد سامي 10/10، اسامه جلال 20/10، كريم حافظ يعني بصراحه حاجه فوق الوصف، محمد حمدي 10/10، فيرتون دا سيلفا 10/10، مهند لاشين ما ينفعش يتقيم. يعني اللي عمله مهند لاشين في الماتش ده ما ينفعش يتقيم. وليد الكارتي 100/10، فيستون مايلي 10/10، ممتاز. الضغط اللي كان بيعمله والتحركات كان بيهد في دفاعات الاهلي بشكل رهيب. احمد عاطف قطه 1000/10، يعني الولد ضغط في كل ارجاء الملعب. يعني محمود زلاكا لما نزل كان مستعجل